قيل لها ادخلي الصرح. الصرح اما ان يكون القصر المشيد، واما ان يكون البهو الكبير اللي بيقعد فيه، واما ان يكون زي الايوان بتاع الاكاسره مثلا. قيل لها ادخلي الصرح. دخلت الصرح، جايه تدخل الصرح، قامت لقت سمك وبلور يعني ميه، فقالت الله هو عايز يغرقني في قامت لما دخلت شلحت سبحه وكشفت عن ايه؟ ساقيها. يبقى معناها انها فهمت ان ده ايه؟ ميه. ازاي؟ قام قال لك لانه بنيه من قوارير. انت عارف الكريستال، ويطلع بقى مموج كده ويبنيه من الكريستال ويحط تحت الكريستال سمك كده عمال يجري ومش عارف ايه وبتاع. فهي فهمته ايه؟ انه لجه، قامت شمرت عشان ما يسرعكش. قال لا ادخل اسم انه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي اني ظلمت نفسي. ايه اللي ظلمت نفسي في ايه؟ في الكفر اولا. يبقى اذا هي ما مش هي بقى اللي قالت وكنا مسلمين، او هي لم تنطق بالكلمه نطق صريح الا بعد ذلك. اني ظلمت او ظلمت نفسي في ان اتهمت سليمان بانه عايز يغرقني في الميه. قال ادخل الصرح عشان اصب كده واروح واغرق في الميه. قيل لها ادخل الصرح فلما راته حسبته لجه، ظنته لجه ميه. طب ولجه الميه دي هتعرف ايه ميه؟ قال لك ما هو الكريستال بقى لما يتعمل كده ويتموج بتركيبه ولقت سمك تحته عمال قالت بقى ده لجه. وكشفت عن ساقيها. ودي عمليه قسريه لكل انسان قد يعرض نفسه في السير لبلل او اي شيء. انت لما تمشي تلاقي حته كده فيها بيض، مساله آلية يعني. هم بقى عندك من الاسرائيليات بقى وكشفت عن ساقيها، لانه بقى وعمل لها العمليه دي علشان هي تعمل كده تكشف عن ساقيها، لانه بلغه انها مشعره الساقين. بقى النبوه والبتاع كلام. سليمان دانت له بالقيس واقتنعت، لكن برضه كبرياء الملك فيه. قالت له ما تفتكرش ان انا اسلمت ليك انت، ده انا اسلمت وياك لله. الله ما شاء الله يا مولانا. اسلمت وياك لله. ما شاء الله ما شاء الله. يعني هو حد يتعالى عن حد، احنا الاثنين عبيد. الله. اسلمت مع ايه؟ اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الحمد لله.